إن الرجال مواقف. لقد فهم العالم الآن لماذا قتلتم صدام حسين ولماذا صفيتم القذافي. فهم العالم أن الشرفاء والشجعان والمثقفين والأحرار من العالم العربي مكانهم السجن أو المنفى أو الاغتيال. أقول قولي هذا وأذكركم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده أو بلسانه أو بقلبه وذلك أضعف الإيمان، وأن المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، إما حياة بعزة ونصرا لغزة وإما الشهادة بكرامة وفخر. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعلن أنا وناصر وأولادي نصرتنا وتضامننا مع الشعب الفلسطيني وأرض فلسطين المحتلة، وأن الأرواح والأموال والأولاد فداء للقضية. فمن عاش بلا مبدأ مات بلا شرف، والموت بكرامة أشرف من عيشة الجبناء. لعن أبو الحياة بلا فزع ولا موقف ولا كرامة. مصيري بعد الفيديو أنت تعرفونه، يكفيني شرف الموقف. ما وقفت أتفرج بس عيب لما تكون مرة وأرجل منك. أخذ وسجل موقف. عيب عليك أنك تاخذ موقف ضد اللي يدافع عن فلسطين ويتعاطف معاها في الوقت اللي ما تاخذ فيه موقف مشرف ضد المجرم الصهيوني وضد المجازر في غزة. علموا أولادكم أن فلسطين محتلة، وأن القدس عاصمة فلسطين، وأن ما في شيء اسمه إسرائيل. هذا ما يدور في قلب كل عربي مسلم شريف. الشعوب من حقها أن تقرر مصيرها، وظن كشعوب عربية كلنا مع القضية الفلسطينية، كلنا مع فلسطين، كلنا مع غزة، وأرواحنا وأولادنا وأموالنا فداء للقضية. أيضا بالنسبة لمشايخ الدين، وينكم؟ حللتوا الجهاد في العراق وليبيا وسوريا، ودخلتوا الحمام مع العالم، ودخلتوا غرف النوم، والآن لما جات على نصرة فلسطين ضد الصهاينة أشوف مالكم حس. هذا يثبت أن إسلامكم سياسي، وهذا يثبت ما قلت أنا سابقا في قناتي، أن كتاب الله القرآن الكريم نزل للرجل العادي لكل الناس، وإحنا الحمد لله نعرف إيش لازم نسوي. هذه فطرة فطرنا الله عليها، مو بحاجة لفتواكم عشان ننصر أخواننا في غزة. أما بالنسبة لمفتي العراق وتونس، لكم منا كل الاحترام والتقدير، بردتوا قلبنا، الله يبرد قلبكم. وتذكر الرجال ما ترزها الفلوس، ترزها المواقف، والمواقف تبين معادنها. إحنا ما تربينا على الخوف من كلمة الحق، احنا تربينا على ايدي رجال شجعان يموتون من اجل الكرامة. ذكروا علينا الانستغرام، صوتنا احنا عارفين نوصله. اليوم يوم المواقف الشخصية، كل واحد يسجل موقفه، زلزلوهم، اثبت وجودك. مسلم انا موجود لنصرة اخواني في فلسطين. والمرأة بشارب الخير، سنوات من الضعف والاستفزاز، هذه اهانة لنا واستفزاز صريح لرجالنا. اسرائيل ما تحارب ضد فلسطين، ما تحارب ضد فلسطين فقط، يقاتلون الأمة العربية كلها. هذا قتال وجود وليس قتال حدود. حطوا حدود عشان يقيدونك. لا سلام مع إسرائيل، سلام عندهم سلام ويسلم عليكم. الحق يؤخذ بالقوة، طرد ما يطلب. نضربك على خشمك وناخذ أرضنا. الأرض أرض فلسطين، وفلسطين حرة. يا أخي الحرمة بشارب الخير. يا أحيي إخواننا بالعراق وأهلي وربعي وعلى راسي على موقفهم المشرف، وأحيي تونس، أحيي الأردن، إزلام على الحدود واقفين. يا الربع خواتنا بغزة قاعدين ينتخون بنا، خواتك ينتخون بك. اللي ما ياخذ موقف اليوم خليه يملط ويقعد يم خواته. والله العظيم الآن أنا عندي يقين 90% أن لحم ماكدونالدز لحم خنزير، لأن اللي ياكل لحم خنزير تموت فيه المروة، ما عنده نخوة. يعني شنو أكثر من أن يفجرون مستشفى أطفال؟ شنو أكثر من الناس قاعدة تترس لحم وتحطها بأكياس؟ شنو أكثر عشان تاخذ موقف وتتحرك؟ إحنا على فكرة ما يهمنا الموت أصلاً، إحنا قاعدين نربي مشاريع شهداء. حتى لو صفيتونا عادي، هذا أجيال وراء أجيال. ناصر ولدي شهيد يروح ويدافع عن إخوانه في فلسطين، عزوز ابن أختي شهيد ويروح ويدافع، وإحنا فخورين في هذا الشيء. إحنا للأسف مقيدين، إحنا نبي خلاص ما نبي جيوش. العربي المسلم قادر أن يأخذ حقه. فتحوا لنا الحدود، خلينا نروح ننصر إخواننا في فلسطين. كم واحد بيموت؟ 1,000,000 2,000,000 3 10، بس بالنهاية نموت موتة شرف
ان احنا نتفجر، ان احنا نشوف ونتفرج على الناس والاطفال وهم قاعدين يموتون ونقول لا حرام، لا والله يا لا حول ولا، شلون يعني؟ ليش قاعد تقهرون رجالنا بهالشكل؟ ليش قاعد تقيدوننا بهذا الشكل؟ بلد واحد نحن قادرين عليه كأمة عربية كامل؟ الحل الكل يحط ايده بايد الكل والشعوب العربية كلها بتروح. ترى ما تحتاجون، هو العراق والأردن كافي، يفتح حدوده، إزلام العراق وإزلام الأردن يحررون فلسطين وأبو فلسطين. والله العظيم الجماعة محتاجين فزعتنا، في يوم من الأيام احنا احتاجنا فزعة، واليوم إذا ما نفزع لإخواننا والأهلنا في فلسطين وما تتحرك الشوارب وما نقول والله السيوف، الله يعني الله خلانا عندنا سيوف مو عشان نرقص فيها، عشان نحارب فيها. اليوم إذا ما نسجل هذا الموقف بكرة احنا نحتاج حد يفزع لنا، ما نلقى. هذا استفزاز صريح لكل المسلمين اللي موجودين على كوكب الأرض، لكل مسلم. إذا الصين فزعت، روسيا فزعت، أنت اليوم تقول لي نساء وأطفال مهجرين مشردين جرحى وقتلى، إمدادات طبية ما تدخل، مواد غذائية ما تدخل، مسكرين على رجالنا الحدود في الأردن وفي العراق إنهم مو عارفين ينصرون إخواننا في غزة. خلاص إحنا كعرب نتفهم في ضغوطات على الحكومات، خلاص قولوا ما نقدر احنا نتحكم بإرادة شعبنا. احنا كشعوب عربية الآن مطلبنا تحرير فلسطين، احنا ما نبي سلام مع إسرائيل، لا سلام مع إسرائيل. انت تاخذ أرضي وانا اسوي معاك سلام، اطقك على خشمك وارجع أرضي اول وافكر بعدين بالسلام.